ولجانك وبعت لك رساله من شويه لم نفسك، انا ما عنديش الا الجزمه. ها وادينا اهو شفنا اللي هيقول لنا بعد كده بليل هنقول له بحة على طول. يقول لي بليل هقول لك بحة. بتاع بعدين الناس كانوا فاكريني بكذب. ده الراجل طلع ومن نفس القريه. هو في حد بيعمل سحر هيقول انا بعمل سحر؟ هو سيد عبد الحفيظ ما طلعش ليه نفسه؟ ما طلعش ليه؟ حد يقول لي مش المفروض يطلع عين في هو؟ خدوا بقى المفروض. طيب 24 صراحه محمود المملوك ده معاه مجموعه شغاله 24 ساعه. عملوا حوار مع عادل سالم اللي بلغ عن بحة. تمام؟ عملوا معاه وقال له انا كنت بخدم الزمالك وكنت بخدم رئيس النادي. ابن عم بحة عملوا معاه حوار، قال لهم ده الواد ده ابوه كان مات وراح نام في التراب، طلع راكبه جن، وهو اللي قال لنا امام عاشور هيمشي من السنه اللي فاتت هيروح الاهلي والزمالك هيتغلب 4 واللي هيجيب جوان كذا. نعم. لسه حد بيتريق؟ لسه في حد بيتريق؟ طب ما نسمع بقى الاسطوره اول واحد اكتشف بحة. نزلنا بعد كده دخلنا اتوبيس، كان معانا الشيخ اللي كان معانا، جينا نخش فما حدش يخش الاوضه بتاعت اللبس دي كلها سحر. فطبعا رمينا الشنط وطلعنا بقى على الملعب يعني. واحنا نازلين الملعب عندهم ساحر لابس يعني زي مايوه كده ولا حاجه ولا شورت كده، وكل جسمه مدهون الوان الفرقه، الاصفر في احمر في اخضر، ولابس مركوب طويل جدا وماسك جردل في ايده. اول ما احنا نازلين كلنا كتله واحده، فاحنا نازلين راح رامي الميه اللي في الجردل رماها قدامنا غصب عننا، لازم نعدي. عدينا. اول ما عدينا كل الجمهور هاص، قلنا في حاجه في الطعم في الميه قوي. اللعيب بينزل بيتصاب، اللعيب بيبقى مصاب وينزل الملعب يتصاب تاني، مش ملاحق. يعني احمد فتحي نزل اتصاب، مش عارف باسم ينزل اتصاب، رامي ربيعه اساسا مش عارف يرجع اساسا، صلاح محسن، جيراردو امبارح. يعني انا خايف سيد عبد الحفيظ ممكن يبقى اتصاب، خايف مدير فني ممكن قاعد يتصاب. والله العظيم بجد لازم نقعد نفكر ايه الاصابات الكبيره دي، وليه لا يعني ما يكونش حد عامل اللعيبه دي حاجه. ما هو ولاد يعني انا اسف يعني على الالفاظ، مش عايز اقول الفاظ جارحه، لكن الناس المؤذيه كتير جدا. ليه لا؟ يعني موضوع صعب جدا 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 ان انا عندي كميه الاصابات دي وما اقعدش افكر هل الاصابات دي الجهاز الطبي بريء منها بطريقه. انا خلاص انا بدات اصدق ان في حاجه معموله للعيبه دي. انا كان بيجي لي من صحابنا على الفيسبوك العاشقين النادي الاهلي يقولوا لي يا كابتن والله العظيم اللعيبه، فانا طبعا كنت مستبعد الموضوع ده بصراحه، لكن لا انا لازم افكر برضه، ما انا ربنا مديني عقل وربنا قايل الكلام ده في القران بيحصل، وانتوا شايفين الدنيا حوالينا عامله ازاي. وقبل كده سمعنا عن مش عارف اسمها ايه دي بتاعه الاعمال، وبلد اسمها ايه تانية بتاعه الاعمال. الناس راحت يعني، الناس دورت يعني، فليه لا؟ ليه ما يكونش اللعيبه دي فيها حاجه؟ ليه ما نجيبش مثلا بجد والله العظيم انا الحاجات مذكور في القران، فنعمل كده بجد، نعمل كده. كابتن سيد عبد الحفيظ لازم يعمل كده، لازم يشوف في ايه غلط في اللعيبه، في الحاجه اكيد في حاجه غلط تحصل اللعيبه دي، حد عامل لهم حاجه اكيد. مبروك خالد دخلت النادي وكان عندي حلقه بالليل كمان يعني الاثنين، يعني انا النهارده طالع النهارده. لا عايز اقول لك حاجه. طب ازاي يعني؟ لا عايز اقول لك حاجه والله انا كنت بفكر اعتذر. طب بدل ما امنعك واديك علقه، طب اشيل يافطتك لسه متعلقه يعني اديك الاعلان صورها يا ابني صورها. طلعوا سهله طلعوا سفاله جزمتي في بقكم كلكم وتعبكم. عندي مجلس اداره محترم كله محترم، ما عنديش مشكله مع حد. سلمان وهدان كان في المقصوره اللي حاولته. اما انت يالا انقذوا الزمالك يا عم، انقذ نفسك على القفا. خدت على قفاك يالا. الزمالك بيضيع، الزمالك بينهار. عارف ابو مخلف كان عايش كان ضربك بالجزمه. ده الغل واكل قلبك وانا قاعد على قلبك. النادي اللي دخله ملايين دلوقتي
18 يوم دخل 80 مليون جنيه اتفضل ادخله. وانت عندك مليارات ما تتبرع عشان كده ما يتوقفش بتاع شغبانه اللي ممدوحه. بس انت فاكر انت لما جبت من مطعمك اكل ممدوح بس في الانتخابات؟ ها؟ مع صوتك تاني يالا. الاسد اسد واقف اهو، واللي هيقول لكم تاني لليله قولوا له بحه. وبحه طلع حقيقي مش واقف. مظبوط كده؟ خالد عايز تقول حاجه للجمهور؟ النهارده هقول حاجات كتيره في البرنامج. انا يعني كنت هقولها مش انضراتي برضه في البرنامج. لا هقولها عشان يعني رسائل كتيره جدا. انا مش يعني بالعكس انا عنيد جدا. عندي اكتر من كده. يعني حتى لو انا بفكر في وقت من الاوقات ان انا استقيل، مش هستقيل عشان حد يقول استقيل عشان حاجات 1 2 3 4 حاجات مرتبه منظمه اختلاف وجهات، مش عشان المباراه. بالظبط ماشي يا جماعه. مش عشان ده كمان توريش ما استقالش 6-1. لا ومش عشان اللي هو المعلم بتاعك يا حسين يا لبيب. ورحمه ام حسين يا لبيب لربيك. وبعدين احمد سليمان والواد عمل فيديو اعترف انك واخد منه عموله. تمام؟ قول لنا النادي اللي انت عملته في زايد ده بكام؟ اشتريته بكام؟ وانت هاني شكري مش انت بتاع برضه ابله فاهيتا؟ اللي قعدوا بيتريقوا على الزمالك اللي دفعت الواد 450,000 جنيه الواد ايمن حفني. رفعت قضيه وحجزت 850,000 بقيت على النادي الزمالك. وانا قبل الانتخابات خلاص ضربت ماتشيه واحده تبقى عشان النادي مش في وقت دلوقتي نعمل انتخابات وصراعات. عندي بطوله عربيه 6 مليون دولار الان مسافره يوم 24. عندي كاس وعندي سوبر. وبعدين فيوتشر اللي كان يغلب الاهلي ولو قالوا جون كان يغلبه اتغلب امبارح من بنك الاهلي اللي كان نازل. ها؟ ومين بقى ده؟ في مليونيرات. ومحمود الخطيب بملايين. محمود الخطيب ده لوحده عنده مليارات. عنده حضانات وعنده مدارس للتمرين وعنده كتير يعني. وعنده فلوس كتير يعني. ربنا يزيده. وبلاش بقى كل شويه انا عيان ورايح المانيا. يعني دايما اللي بيقول عيان ربنا بيكفيه بمرض. بلاش يعني الواحد ما يقولش الا ما يكون عنده الم. تمام؟ ده راجل عنده الشركه الراعيه بتاعته مدياله 1,400,000. انا واخد 40,000 جنيه. وكان عندي 6 شركات جايبهم وقال لك استنى عشان احنا نتعاقد معاهم. وبعدين الشركات قال لك ايه اتحجج؟ قال لك رئيس النادي اتحبس. يعني اذا حبس رئيس النادي ما بيجيبش وضع طبيعي. تمام؟ فاحنا عرفنا وزهقنا بس ما بنمشيش. ودي على كده مش انا في معزول اهو وعامل فيديو لسياده المستشار اللي عزلني بوري للناس انه هتشوفوه ان نفس سياده المستشار لما اللائحه بتاعت النادي الاهلي قالت لعمرو فاروق مش ناجح واستبعد واللجنه القضائيه استبعدته والاهلي رفع قضيه قدام حضرتك، قلت ايه يا معالي المستشار؟ قلت الجمعيه العموميه ارادتها فوق اللائحه. انا عندي بقى قلت لا، اللائحه اسمها استرشاديه، هناخد بيها وما اخدش استرشاديه. تمام؟ قلت لا، اللائحه الاسترشاديه دي مالهاش لازمه فوق اراده الجمعيه العموميه. انت طبعا خلص الكلام. انا اكمل اللي انا كنت بقوله مش عشان قله لا تعبر. جمهور نادي الزمالك ده محترم طبعا راسنا. طبعا اعضاء نادي الزمالك على فكره انا جوه الاعضاء انا جوه النادي، فمش الفئه الصغيره اللي بتبعت على هم مش قوي لا الاول كان بيقول له انت يا ابن الاصول بالظبط. وبعدين انت ابوك ابراهيم لطيف وجدا حافظ على تاريخك وبعدين قلبت بشتيمه. بالليل بقى شتم الكل. انا في غنى ان انا اقولها لان ما بحبش الجا طبعا للاحتفاظ بكل طرق القانونيه بده. هنرفع قضايا على كل العيال دي. الاعضاء جمال العمومي انا فوت وخليك مختلط وخليك زموره. ها؟ مش هم كل عيل قال كلمه فيها كذب وقله ادب مش هيتساب. وكل واحد عنده فيديو ماسك تليفون وشغال 24 ساعه قله ادب عشان الفلوس تجيله بالدولارات هقفلهولك. انا ما عنديش مشكله انتقدني. الفلوس بتنتقدني وانا مش رئيس. طب انا لو رئيس كنت جيت فلحت فيا. يا ابني كسبنا 6 واحد مقاولين قلت ده معزول والفقال فاق. لما خسروا من النادي الاهلي
لا وكسبنا فيوتشر بعد ما كنت خسران 2 كسبت 3-2. قال لك لا 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 لا, لا مش هو مرتضى، لا لا لا, لا, لا اول ما تخسر يقول لك هاتوا هات امك، لان اللي هجيب امك، والكلام ده على مسؤوليتي. تاني بقوله على مسؤوليتي، ما دام قله الادب والكذب شغال 24 ساعه. وبعدين هو ادي ابن عم الواد طلع عمل فيديو وقال لك ده راح نام في التراب، مش عارف لا بابوه مات ولا مين مات، وركبه جن من السنه اللي فاتت. قال لك امام عاشور هيروح الاهلي، نفس ابن عمه تمام. والراجل اللي اسمه عادل سليمان بعت انا لليوم القاهره 24 عملوا محور، قال ايوه بعت رسائل استاذ مرتضى بيعمل كده. انا منين ولا منين ولا منين ولا منين ولا منين؟ اللهم اكفيني شر اصدقائي. اصدقائي لا شر اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيل بامهم. يعني الموضوع يفضل مستمر لحد فين؟ تتكلم كل شويه يعني الاعتراض بتاعه بحه مش عارف ايه بحه، يعني ايه دخل اصلا الراجل ده في الموضوع؟ يعني بقول لك فاز عليهم في الدوري بسبب بحه، فاز عليهم في دوري ابطال افريقيا بسبب بحه، فاز عليهم في كل البطولات بسبب. يعني الراجل ده اصلا ملوش في الكوره، يعني هو بيحب يشجع النادي الاهلي بس ملوش علاقه بالكوره. فليه تطلع بقى كل شويه تتكلم على الراجل وتجيب الغلط عليه؟ طب ما تتكلم الاداره اللي عندك، تكلم اللعيبه، عندك مشاكل كتير جدا حلها، ليه تتكلم على واحد يعني ملوش علاقه اصلا باللي بيحصل دلوقتي؟ فالمشكله موجوده فيهم. لكن طبعا يقعد يقول لك ايه بحه ويتريق على الراجل محترم شغال بالنا، الراجل بيتعب بسيط، بيطلع يتريق عليه ويشيله الليله كلها. انت فاهمني؟ واحد ملوش علاقه اصلا بالموضوع، مجرد واحد مسك فيديو بعته له فخلاص بقى قاعد يتكلم عليه وطلعوا حفله بقى وبتاع. فحتى الراجل بيحترم الرد بتاعه وبيقول له انا ماليش في الكوره والكلام ده وبتاع، يعني بتتكلم عليها بالطريقه دي ازاي وعندي اولاد والكلام ده كله بس كده. وطبعا ما تنساش في اخر فيديو تعمل لايك، اشترك في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات. ان شاء الله الفتره اللي جايه نعمل حاجه كويسه جدا. سلام.